اهلا وسهلا بكم عزيزاتي، مرحبا بكم. كنتمنى نلقاكم بالف خير وبصحه جيده. اليوم غادي نقدم لكم فيديو جديد ووصفه جديده. غادي نقسمها حتى هي جزئين لان جاء الفيديو طويل بزاف، فنقدمها على جزئين. الجزء الاول بعد الوصفه غادي تكون هي عباره عن بلاطو السواري، يعني الحلويات اللي كنقدموه في المسائيه او كنقدموه في مناسبات عيد ميلاد او ضياف، او كنقدموهم كدسير او كنقدموهم كحلويات مسائيه. فكيجيو رائعين بزاف. غادي نقدم فيهم واحد لاموس بالشوكولا كتجي روعه، وواحد لي طارطوليت معمرين بحشوه زوينه بزاف، وواحد البغاوني. فغادي نقدم لكم كما قلت لكم الجزء الاول، ومن بعد غادي ندوز نقدم الجزء الثاني. وقبل ما ندوز المقادير غادي نخليكم مع الضيفة ديال القناة ديالنا اليوم. هي قناة نزيهة، قناة زوينة بزاف وصاحبتها مثابرة كتدير مجهود كبير باش تكبر القناة ديالها. فيا ريت يا ريت تدعموها، وشكرا لكم بزاف بزاف لان نتوما هما مصدر نجاح اي قناة. واي قناة لا بغات تنجح كيخصها متابعات رائعات بحالكم. وشكرا بزاف لكم، ونخليكم مع المقادير ديال الوصفة الاولى. اذا بالنسبه للقاعده فكناخذ 100 غرام ديال الزبده، كنديرها في كاسرونه وكنشعل عليها العافيه قليله، كنخليها حتى كتولي ليا نوازيط، حتى كتولي اللون ديالها غادي للماغون، باش تحرق مي غادي للماغون ذهبي غادي للماغون. كناخذ 3 البيضات كنضربهم شي شويه، غير شي شويه، ماشي نردهم بحال الثلج، وكنضيف لهم 100 غرام السكر كلاصي، وكنكمل الخفق. الغرض عندي ماشي هو يطلعوا، غير فقط يتجانسوا مزيان. ممكن هادشي نديروه حتى بفوي باليد يدوي. كنضيفو 40 غرام ديال الكركاع، وممكن نخليو طريفه الكركاع غلاض كيجيو زوينين حتى في العضه. من بعد غادي نضيف 40 غرام ديال الطحين. وبالنسبه لهنا الكركاع 40 غرام، فممكن نعوضوها باي حاجه، اي حاجه بغينا، مثلا بلوز، بحليب يعني هذا بودره، بسميده، بدقيق القمح، يعني كيبقى اختياري. مع العلم ان الكركاع تيعطي مذاق زوين، يعني هذا الشيء علاش درتو. من بعد ما كنخلطهم فكنزيد ديك الزبده. نتوما كتشوفوا اللون ديالها كيفاش ولا مارون نوازيت ذهبي معلك بحال الكراميل. وكنخلط ونضيف واحد القريصه ديال الملحه، غير قريصه. وهذه الخليط واجد عندنا. غادي نديرو في المول اللي غادي نمونطي فيه الكاطو كامل. غادي يكون اون بورت بيس ما عندوش القاعده، لان ما عندوش القاعده فباش نطيبو فيه غادي نحاول نصنعوا له واحد القاعده غير راسنا، باش نجيبو العبار هو هذاك. فغناخد الورق الالومنيوم وغنحط فوق منه ورق الطهي، وغادي نحاول نصايب مول. نحاول نصايب القاع ديال المول، يعني كنحاول نصنع واحد القاع ديال المول. غادي نحاول نثبت هاد الجناب كاملين لتحت والفوق عفوا الجناب كاملين اليمين وفي اليسار وهذا، وكنجمعهم بشي خيط ديال الطهي من جناب. صافي كنحصلوا على مول مسدود من التحت. كنكب هذاك الخليط ونحاول نوزع هذا الخليط مزيان على كاع الجناب باش يطيب ليا مقاد ويطيب ليا طبقه واحده. من بعد غادي ندخلو الفران على درجه حراره 180، وغنخليه ربع ساعه غنلقاه طاب. ونحاول نشعلو عليه غير لتحت حتى يطيب. الا هو ما غيحتاجش تحمر من الفوق لان كيطيب الحراره كتوزع كيطيب مزيان. من بعد ما كيطيب كنحتفظوا به في شي بلاصه بارده، نخليوه يبرد مزيان وندوزو نشوفوا الطبقه الثانيه. بالنسبه للطبقه الثانيه كناخذ البسكوي كما تتشوفوا هنا 100 غرام، وكنبدا بحال كنهرمشو غير بالمدلك او بيدي، كنفرتو بيدي بحال هكا. المهم ما يكونش مطحون بزاف، يجي شويه مفرتت.
غادي ناخد 50 غرام ديال الفيوتين وغادي نضيف ليها داك البسكويت اللي هرمشت وغادي نخلطهم. من بعد باش غادي نجمع هاد الخليط غادي نضيف واحد 2 معالق كبار ديال البخاليني و2 معالق كبار ديال الحليب المركز الكراميل نستلي كراميل لي طفس. هنا هادو باش جمعت كيبقى المساله اختياريه شنو عندك في الثلاجه اللي بغيتي تجمعي به. بغيتي تجمعي بكونفيتور او الحليب المركز المحلى الاخر فكيبقى على حسب المذاق وعلى حسب جهدك حتى انت عاوتاني يعني اللي تقدري تجمعي به. ممكن شوكولا دايب ممكن اي حاجه تقدري تجمعي ناباج او كنحصلوا على خليط بحال هذا وكنحتفظوا به حتى هو في بلاصه بارده وندوزو نشوفوا لاموس. اذا لاموس غنبداو بالسيرو هو الاول. غناخذوا معلقه ديال السكر وخمسة د المعالق ديال الماء غادي نغليوهم على نار قليله متوسطه وغادي نخليهم واحد 4 ديال الدقائق. الوقت اللي راهما تيغليو هاد 4 ديال الدقائق غادي ناخذ واحد البول وغادي نبدا نضرب فيه 2 ديال البيضات. غادي نبدا نضربهم غير شويه وغادي صافي غادي تكون وصلت ديك 4 ديال الدقائق اللي درت فيها داك السيرو كيسخن وغادي نضيفو وغنكمل الخفق. بالنسبه اللي عندها الميزان ديال الحراره فالسيرو خاصو يوصل ل 120 درجه. غادي نطرف هذاك البيض وغادي ناخذ 300 غرام ديال الشوكولاته. انا استعملت الشوكولا الغني صحي وفي نفس الوقت المذاق ديالو كيجي زوين بزاف بزاف على السكر شوكولاتي. وغادي نضيف واحد ياغورت الشوكولا وغادي نضيف الزبده وغندوبهم سواء في حمام مريم او في بما او في الميكرووند حتى يذوبوا مزيان ويختفي الشوكولا تماما. كناخذ داك البيض اللي ضربت وكنضيف ليه الشوكولاط اللي ذوبت. بالنسبه ليا هنا الشوكولاط خديت النص ديالو الشوكولاط بالحليب والنص ديالو شوكولاط اسود شوكولاط بيغ. كنكمل الخفق مزيان هاد العناصر. بغيت نحس بها شويه بدات لامعه الكريمه تولي شويه لامعه وفي نفس الوقت تقلت واحد شويه وراني كنبرد في الخليط لان الخليط خصو يجيني بارد باش لا دخلت فيه لا كريم ما يبردش ما يطيحش. غادي ناخذ بول اخر وغادي نضرب فيه 400 غرام ديال الكريمه. غنبقى نخفقها بشويه بشويه حتى كتولي ما بغيتهاش تطلع بزاف بزاف كنلقاها طالعه ولكن في نفس الوقت باقا رطبه. بالنسبه للكريمه اللي كنستعمل كتسولوني بزاف عليها كنستعمل الماركه ديال هولالا. كتدير على حسب انا فين ما مشيت للشمال كنجيبها معايا كنجيبها بديك 22 درهم. هنا في قنيطره كنشريها ب 30 درهم 30 درهم مينيموم يعني ما كنلقاش بقل اللي طرق بطبيعه الحال. انا دابا خفقتها غادي نحاول نجمع ما بين الخليط ديال الشوكولات من بعد ما برد وهذيك لا كريم. كنضيف لا كريم وكنبدا نخلط داك الشوكولات من ما نعذبوش راسنا من التحت للفوق من التحت للفوق فقط كنخلطو غير باش تنسجم هاد الخليطين بجوج. ما غاديش طيح لا كريم لان اولا الشوكولات بارد وثانيا الشوكولات ما كيطيحهاش. وهاد الطريقه كتخليها تجي ليس رطبه ولا تكستور ديالها كتحمق. غادي نكمل بنفس الطريقه حتى تختفي ليا لا كريم في مره. وها هي لاموس واجده. غادي نخليها نديرها في واحد البوشادوي وغندوزو لعمليه التركيب او المونتاج.
بالنسبه للتركيب هذه لاباز ها هي عندنا. بالنسبه لهاد لاباز راه كتجي اصلا فازقه، ما نحتاجوش نديروا ليها نهائيا شي سيروله، ولكن كيبقى اختياري الا بغات دير لها شي سيرو ديروا لها. غادي نضيف ديك الطبقه المقرمشه وغنحاول نسطحها مزيان تجيني شكل واحد من الفوق. غادي تبقى لي الطبقه الاخيره اللي هي لاموس، كنضيفها بشويه بشويه. من الاحسن ما نديروهاش في بوشادوي، سينو الا درناها نديرو تقطيعه صغيره باش ندوزو على الجناب، لان فاش كنديرو البوشادوي وكنديرو تقطيعه كبيره فاش كنجيو نشوفو الجناب تلقاو ما وصلاش لاموس الجنيبات كاملين. فانا درتها في لابوش وتراجعت، قلت نديرها هكا بالسباتول كتجيني منظمه اكثر. غادي ندير الكميه كامله وغادي نحاول نصففها حتى نحصل على شكل مسطح من الفوق مزيان باش تجيني مقاده. من بعد ما غادي نقادها مزيان غادي ندخلها للفريغو او المجمد لمده على الاقل 3 ديال السوايع. الا خليناها اكثر مزيان باش تجينا سهله في التقطاع، ولكن 3 السوايع راه كتولي صالحه لاننا ناكلوها واننا نستعملوها. انا بالنسبه لي ها هي جمدات، غنحاول نخرجها من المول لانه كيتحرك كيكبر وكيصغر، فغادي يجيني ساهل في الديمولاج. اذا هذه هي لاموس. غادي نحاول نقطعها كرويات صغار، تقطيع على حسب نتوما شنو بغيتو. فكتجي كتحمق في المذاق ديالها، زوينه بزاف بزاف في المذاق. وتنظن ان الطريقه جاتكم سهله، كنتمنى اني نكون سهلتها عليكم. وغادي نقطعها بحال هكا وغادي ندير ليها نكمل التقطيعه ديالها كامل بنفس القياس، وغادي ندير ليهم من الفوق رشيشه ديال الكاكاو للتزيين. وهذه هي لاموس ديالي واجده. غادي نخليكم مع بعض الصور ديال البلاطو، ونتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله في الجزء الثاني من هذا البلاطو ان شاء الله باش نقدم لكم الوصفات الاخرين. وتحياتي لكم والى اللقاء، مع السلامه.